أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. إليكم أبرز العناوين. مسرى عدة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة بأوتوروت المحمدية. عودة أمطار الخير للمغرب ابتداء من هذا التاريخ. رسائل تهديدية تقلق أسر مغربية. المغرب يستعد لكأس العالم 2030 بقطارات جديدة وتقليص مدة السفر بين المدن. انهيار أسعار الطماطم يثير قلق المنتجين والفلاحين. مشاهدينا، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أهلا بكم. يترقب المغاربة بفرح وشغف تساقط أمطار الخير ابتداء من يوم الخميس الموافق ل 21 دجنبر الجاري، حيث من المتوقع أن تشمل هذه التساقطات أغلب مناطق المملكة وتستمر لمدة أسبوع كامل بمشيئة الله تعالى. وتأتي هذه الأخبار في وقت تنتظر فيه الأرض والعباد نسمات الغيث لتعزيز الموارد المائية والرفع من معنويات الفلاحين الذين يعتمدون على الأمطار الموسمية لضمان النجاح الموسم الزراعي. ويتوقع أن تسهم هذه التساقطات في تعزيز الغطاء النباتي وتحسين حالة السدود والمسطحات المائية التي تأثرت بالجفاف خلال الأشهر الماضية. وفي سياق مختلف، توصلت مجموعات بنكية بشكايات من ذوي زبائن بنوك موتى يؤكدون فيها توصلهم برسائل تهديدية من أجل أداء مبالغ متأخرات مفترضة رغم إشعار بنوكهم بحالات الوفاة ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها عند تسوية وضعية ديون هذه الفئة من المقترضين. واستنفرت هذه الشكايات مصالح المركز المغربي للوساطة البنكية، خاصة أن الأسر قدمت نماذج من الرسائل التهديدية المتوصل بها من قبل شركات تحصيل، والتي تضمنت عبارات فاقمت الوضعية النفسية لأسر وأقارب الزبائن المتوفين. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استفسرت أسر المعنيين مصالح مجموعات بنكية حول مآل طلب تسوية الوضعية الائتمانية لذويهم قبل أن يتلقوا ردا بكونها في طور المعالجة، في حين أكدوا استمرار توصلهم برسائل تحصيل لغياب تنسيق بين البنوك وشركات التأمين والتحصيل. وتعتزم هذه الأسر اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك للاستفادة من امتياز الإذن بالتقاضي الممنوح لها لغاية إجبار البنوك المعنية على تسوية وضعية زبائن متوفين، خصوصا في ملفات القروض العقارية والاستهلاكية. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وفاة زبون بنكي لديه قروض يتعين على ذويه اتباع عدة إجراءات لتسوية وضعيته الائتمانية، منها إبلاغ البنك بالوفاة مع تقديم نسخة من شهادة الوفاة، بما يسمح للبنك بحجز حسابات المتوفى وبدء الإجراءات لتسوية الديون المستحقة قبل مراجعة عقد القروض. وانتقالا إلى خبر مؤسف، شهدت طريق السيار الرابط بين تطمليل والمحمدية صباح أمس الجمعة حادثة سير مروعة نتج عنها وفاة 3 أشخاص بينما أصيب آخر بجروح خطيرة، حيث ترجح مصادر محلية أن الضحايا الذين كانوا على متن السيارة ينتمون إلى أسرة واحدة. ووفق ما أفادت به المصادر، فإن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام عنيف بين 3 مركبات شاحنتين وسيارة خفيفة في ظروف لم تكشف تفاصيلها بشكل دقيق، بعد ما أسفر عن تحطم السيارة بشكل كبير ووفاة ركابها 3 في عين المكان، فيما جرى نقل المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وفور علمها بالحادث، تدخلت عناصر الوقاية المدنية التي قامت بانتشال جثث الضحايا من وسط حطام السيارة ونقلها إلى مستودع الأموات بمدينة المحمدية، كما حضر رجال الدرك الملكي إلى موقع الحادث، حيث تم فتح تحقيق عاجل للكشف عن الملابسات الحقيقية وأسباب وقوع هذا الاصطدام الثلاثي المأساوي. وفي سياق آخر، تعهد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك بأن لا تتجاوز مدة الانتقال بين المطارات والملاعب خلال كأس العالم 2030 في المغرب 20 دقيقة، مشيرا إلى تجهيز خطوط جديدة بقطارات حديثة.
وأوضح الوزير أن السفر من طنجة إلى مراكش سيستغرق حوالي 2:45 دقيقة بدلا من 7 ساعات، مع إنشاء خط جديد يربط القنيطرة بمراكش مرورا برباط وبن سليمان، كما سيتم تطوير مطار محمد الخامس لتسهيل التنقلات الجوية. وقبل ختام نشرتنا الإخبارية، يعاني المنتجون والمزارعون من القلق جراء تراجع أسعار الطماطم، والذي يعود إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج، حيث سجلت الأسعار في أسواق الجملة بمدينة إنزجان بين 20 و 30 درهما للصندوق. ونجم هذا الوضع عن ارتفاع كميات الإنتاج بسبب التغيرات المناخية المفاجئة التي أثرت في نضج الطماطم، ما أدى إلى تكدس العرض وزيادة المعروض في الأسواق بشكل غير متوازن مع الطلب. وتكبد المزارعون خسائر مالية كبيرة نتيجة لانخفاض الأسعار إلى ما بين درهم ودرهم ونصف للكيلوغرام الواحد، وأدى ذلك إلى عزوف العديد من الفلاحين عن زراعة الطماطم في الموسم المقبل. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في أمان الله.